أقول أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحديثنا من نبدي كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا أساسي. أنا مو أسويها محاضرة دينية أمامي. كل شيء حتى الشركة إنها مشاركة. إذا ما يتوفر الصفاء بالداخل ما يصير توفيق. احنا عمام. أنا عندي ملاحظات من خلال مسيرتكم هاي كم شهر. جمعت كم وحدة؟ مسألة احنا بيضان اللي يجمعنا البيضان اسم واحد، واللي ارجوه واكو زعل يصير بداخلنا من يقول انا من بيت فلان انا من بيت فلان. هاي مرفوضة جملة وتفصيلا. بيضاني انا اخوك بيضاني. هاي المسميات هي بالنتيجة شو يجمعنا؟ يجمعنا جدنا واحدة. احنا ليش مكلبين بدلني؟ لاني فرقة. صح كل واحد من عندنا مكتز باسمه، بس بالنتيجة اخوي من هم. بس من تبدي هذا انا سميت دلفس. احنا بيت فلان، مش اللي يميزك عني، انت اخوي من هم. بس اكو تمييز بيناتنا. شنو التمييز؟ الاحترام بيناتنا. الكبير الى وضعه والصغير نكون رحماء به، واللي يغلط من عندنا اليوم ما شاء الله. يعني انا مو احدد ابو ستار او ابو ستار اليوم اساس سوى وعفي عليه، بدا بالفكره هذه، وهاي الى العمامه. ولذلك احنا من نحكي اسمه ابو ستار اللي فيه اعتبارات. اليوم حتى اللي يخطأ من عندنا احنا المفروض اكو توجيه عندنا. ابو حيدر موجود وابو خالد موجود. هاي يعني الشيبه موجوده لله الحمد، والاستيعاب موجود، واكو ارشاد نرشد. انا شفت بادره مو زينه، فلان يجمعون ولا بيت فلان لا ابوي. احنا اساسها شنو هو؟ انا هسه هذا اخوي بن حمد، بس نريد اشوفه بيضاني. هذا اللي اشوفه، لا اشوفه شحيره ولا اشوفه داوود ولا اشوفه خنيجر ولا اشوفه ابيض، اشوفه بيضاني واتعامل وياه على هالصفاء. ترى واحكي لكم اهلنا ما ثبتوا ثايه الا من خلال هاي الشغله. لان رفضوا المسميات هاي، احنا مو نرفضها متسكفين عندها، لا نرفضها للاسم. انا ما فد يوم واحد يجيني وقال فلان قلت له ابن عمي، حتى ولو كان مو زين، لان هو اسم. هذا والله ما مرتاح. هاي وحده. الشغله الثانيه يعني لا يصير بيناتكم تحسس اكثر من اللازم. شوف انا يعجبوني حقيقه